السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة النهاردة هو اللوكس باثواي. اللوكس بيأثر على اللنج والوايت بلاد سيل والبليتلت. احنا ما يهمناش في كورس الان سيلز غير اللنج. اللوكس هو المسؤول عن تكوين مادة الليوكوترينز، ودي مادة لها تأثير قوي في انها تعمل برونكو كونستريكشن. بمعنى اوضح، انا لما اقفل الكوكس هيبقى طريق الارشيدونيك اسيد كله رايح ناحية اللوكس، وبالتالي هيحصل برونكو كونستريكشن والمريض مش هيبقى عارف يتنفس. فعشان كده الادويه اللي بتقفل طريق الكوكس بالكامل، يعني اللي بتقفل كوكس 1 وكوكس 2، بتبقى محظوره تماما مع مرضى الازمه والاشخاص اللي عندهم مشكله في التنفس. خلينا اضرب لك مثال بسيط. لو البيشنت مركب محلول والمحلول ده فيه حقنه كتيولاك او حقنه ادولور وحس بضيق في التنفس، يبقى لازم يوقف المحلول فورا ويستبدله بمحلول تاني لا يحتوي على هذه الحقنه. ممكن استبدال الحقنه بحقنه ديكلوفيناك، وهنشرح السبب ده في حلقه الديكلوفيناك. نرجع تاني للباراسيتامول وسبب خطورته على الليفر، وده بيرجع لتكون المادة السامة منه وهي النبكي، والجسم بيتم التخلص منها عن طريق تفاعلها مع الجلوتاثيون. ولحد هنا مفيش خطورة على الكبد، لكن لما بتزيد جرعة الباراسيتامول بتخلص كمية الجلوتاثيون اللي موجودة، وبالتالي كمية الباراسيتامول اللي موجودة لسه مش هتخرج بره الجسم للتخلص منها، وهترتبط بالبروتين اللي موجود في الليفر، ومن هنا تبدأ المشكلة. طيب ازاي اقدر اتخلص من الجرعه الزايده من الباراسيتامول؟ وده عن طريق اعطاء المريض ماده الاسيتيلسيستين، ودي بتساعد في تكوين ماده الجلوتاثيون مره اخرى، بل وبتساعد في تحسين الجزء اللي تم تدميره من الليفر من تاني.